السلام عليكم زهراء. لا يشلق عبودش بالماكل مواطن حريق عجال ساكن عبودش بيها أبو نفس هبويا أبو دم أكوش تبع أو برابي سوبي أنا كم أبو وام كيرو ساكن أم كده وده بوسوب قارن دمازوت كابن زونو خازن كيه ودبك أم خازن جبتيو ما ربنا معناه زوربن داس بيبكن دبوشات دبوشات لغيره ام كمان جام بيش تام كي ابو انت شو شنجان ام نزل شنجان يا تشتري اجيب فوتو ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. استيق السمع. ليس شيئا نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف ابتكار العطر عملية معقدة ونحن نبذل بينا بينو بيني قوتني دغري سالة خون بينو بيني غير كاف. تعال نتحدث في مكان آخر للجدران الآذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين. ليس هناك أكثر منه تعاسة عند ضياع 3 دستات من القوارير. الإنتاج بطيء يا سيدتي. بعض الحوادث هناك قد جعلت تابع المرأة الغامضة. أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه الدم يا سيدتي. الدم عنصر أساسي في الرائحة. إنه ما يجعل عطر القناع مميزا. لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى قناع شركة بين سنورة وبين العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب. لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. كانت دماء. قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة. إنها تعرف الخازن. لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. قبيحة له رائحة فريدة. ورد وعسل وخشب صندل. وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن. ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصريا إلى هذه الدرجة فلا بد من كونه رائجا بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع. إنها مفتونة تماما بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب. لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهر. بالفعل. هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم. يجب أن لا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال يا سيدتي. شو تبيه؟ الخازن امرأة إذن؟ احضر اسمها نينغ. سيبدأ المزاد قريبا. احضر المزاد عبودي. كان المزاد. هذا سويته. عودت لي عليه مزاد. بس لكن عملوه الشيء يجي عجل عرفت يا عندي كاتب
كمان مشكلة. كل حال عم يقام إذا دي خاوتي بالدرون. مزاد ضربة. بطرونش. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. يا ساس. نيهاو. هلو. بوم جودك. موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية نيهاو. أشواقكم ياباني. والإنصات إلى نيهاو. رغباتكم وشراء ما أظهره هلو. الله لنا. السلام عليكم. يسعدني أن أرحب بكم جميعا أيها والله يمكن تشتغل بكرة. المنزلون في مزاد دائرة المال السنوي. يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند. إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت. ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل، بل اثنان. لننادي مرتين، ثلاثة. هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا؟ بيعت. أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة. أما بعد فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه. أوه هباوة. دبوس الشعر هذا من الشرق. انظروا إلى التفاصيل على التنين. غرض مثالي للاقتناء، بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها. حسناً، كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ 1 إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها. خازن الخازنة. 2. أهناك شخص آخر؟ ارفع يدك. فرا مرة هيك. أوه فرا بحر. لدينا ثالث هناك. ويحي، 2 يتصدر المزايدة مجددا. ماذا ستفعل يا رقم 3؟ إلى أي مدى تريدون هذا يا أصدقائي؟ استفتوا قلوبكم وأنصتوا إلى رغباتكم. واو عندك شيء. لا أحد؟ بيعت إذن. إلى الرجل لا الوسيم. خلص. دبوس الشعر هذا من نصيبك يا سيدي. والآن بخصوص قطعتنا الثالثة. اوه معبر. ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثا ناجحا. عسى أن تظل جيوبكم دوما عامرة وقلوبكم تواقة. معبر عبودي ديخ. دبوس اسمع كان. قلنا فرا مرة. دبوس شعر غريب. رأيت هدوءها وسماحتها مثل نجمة واحدة تلمع. احصل على مقابلة مع الخازن. كان قدامي عبودي. ولا مشوار ده عملتيه كيف هو كده رجع حاجزين كامل. الشرف كيف نعمل؟ لدي موعد مع الخازن. تنحى جانبا. آسف، تعليماتي كانت واضحة. دون مشبك لا يمكنك الدخول. هل تعرف من أنا؟ يجب أن أتحدث إلى الخازنة. لقد دعيت، استدعيت. أنا أختي تايا بس كرشي خوضنا على كرش بيس. كل بيس زم. ودي اللي بيع على التاجر. إذا ترجع كرش وراني يا حوالي ما تشوفينها. لا السلام عليكم. لقد جئت لأرى الخازنة. لأي شأن؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراها. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. اكتشف أين يمكنك الحصول على مشبك نقود العاج. كيارو مشبك نقود العاج عبودي. والله كرش بيسيس مثل هو مسيحي قناع ولا لو برميل
يعطيه قلة دماء. اكتشف أين يمكنك حصول على نقود العاج. عبودا كيف كارناش كينر وشابرا شنو؟ أوكي. كم شغل بدامتر وتمر قلة دماء. عبودا على جنب فيها. وعبود جنب فيها بشرف. هذا إثبات على أنني من طائفة التجار. انظري، أرأيت؟ تريد 3 أكياس من الزعفران و2 من الونيلا وزجاجة عسل دون دفع قطعة نقد واحدة؟ مستحيل. هراء، هذا مضيعة لوقتي. مرحبا، أتريد توابل؟ هل لديك مشكلات مع الزبائن؟ ليس أكثر من المعتاد. هؤلاء القادمون من نقود العاج يخالون أنفسهم وكلاء الله في الأرض. أتقولين نقود العاج؟ لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك. لا أعرف الكثير حقا. امنح رشوة. para بدو ولا بيكاس؟ para بدو. هذا كاف مقابل بعض المعلومات؟ حسنا، لن يضر إخبارك بما أعرفه. نقود العاج طائفة تجار حصرية يحملون مشبكا يتيح لهم الوصول إلى أماكن محددة. كيف تحصلين على هذا المشبك؟ سمعت أن طائفة نقود العاج لا تضم سوى وجهاء التجار، ولا يمكن دعوتك إلا عن طريق عضو آخر. يظنون أن مكانتهم تمنحهم الإذن بأخذ السلع دون نقود. أرأيت غرورا كهذا من قبل؟ هذا متوقع في الكرخ. شكرا لك. مرحبا، أتريد توابل؟ نقود العاج من الطائف. قد أشعر بالإغراء. كونيا. أمار هينور نوع عبودي. ساكن أبي جورجا مونشاي. عجب المخل. ساكن الرجولة. لا دخول بلا مشبك. تعرف كيف تسير الأمور. لست موضع انذر الإنذار. مين اللي نافس؟ يب. مين اللي نافس؟ لكن مهم ببالشي لما دخلت هدية. قابلتها. حسنا، لعلي إذا اكتشفت مكانا اشترك معناتها شي مسازة ليخم تمام. عم نفهم نوكل كام ليخم مثلا فرقرك عم تاخذ بونجين. بس شو بدنا ننظر. والله بنعوض. دنيا هو. اصلا جنگل نتكابي جنگل نتكابي حتى بيري بديا كوني هاولو جورا طائفة حصرية لتجار الطبقة العليا. كان يجب أن أتوقع وجود هذا. حجرة التحف ملاذ للخازنة. أحتاج إلى العثور على طريق للدخول.
طبعا ساكن جيجن فيها. عمرتك شاورش كيلو قاعد فيها كم سبابة تمام. لا سبابة ما هو شو تكمل؟ هو ده بالبرة. يجب عليك فعله، احرقهم او اقتل كلابهم من الطريق. مفهوم يا سيدي. سوف نستعيد نقودك من متجر التاجر غدا. لما ليس اليوم؟ أنتم تصبحون أقل كفاءة كل يوم، لا طائل منكم. كفر عن ذنوبك. بس لكن تكمل وضع علقي. لا الكابسي كلا كل هذا قبل المعارضة نسيب شيء خلا يكتير. ايوه حطوه. انتبه لنفسك. يا ميت أنت ميت. لا لا ما الذي؟ شو يديرون؟ شرير شو يدير؟ قاتل النجدة. القاتل يهرب بعيدا. أضحت بغداد ملعونة. هل هناك خطب ما؟ أجل أجل. هناك خط نعم عبودي. أجل نا. ويوه. لابد أن هذا مشبك نقود العاج. براق لدي الحية. سيتعين على الحارس أن يسمح لي بالدخول الآن. لا بأس. وما دي ما تبوش شعر دي وكيان خضايقي. ما خطيني من وين؟ سباكة. دي برة. أكان بكرم بدي يفضل معنا وانا بينا وانا ما بينا. هم كنا وانا بينا بس وانا كنا بينا. زحمة ولا عبود كل زحمة. يا سبعناكم. السلام السلام عليكم. عليكم. أنت مجددا. ماذا تريد؟ عندي شيء تريده. نعم دبوس شعر صيني من المزاد، ومعي أيضا مشبكي. حسنا، يمكنك الدخول. صعب وش خلاص دي بيه. بدك يكررنا. من هنا سيدي؟ كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة. إنه لشرف عظيم. إنها مشغولة. إنها لا تطلع إلا في المناسبات النادرة. أرى كنوزا عديدة في مكان واحد هكذا. هذا رديء. أتساءل ما إذا كنت حقا خبيرا كما تدعي. ما ترسل. الصحن لا يقدر ما ثمنه ترسل. بمقداره. يجب أن يحذر المرء ألا يتعرض للعاطفة. امتنع من فضلك عن الكلام عن الخازنة بما لا يليق. يمكنك الدخول. يمكنك الدخول. مرحبا جورا. عليكم. مرحبا وجهك غير مألوف. اسمي باسم. جئت بغداد حديثا، لكن ليس بغرض التجارة. أيوة. معظم تجارتي في التحف والمقتنيات الفاخرة. نظرتك للتفاصيل دقيقة. أيوة. ماذا أحضرت لي يا باسم؟ تعرفين ما أحضرته. أيوة. رجل يحب التعامل الجاد. تعال أرني إياه.
ديالي يعني يسي كيف انت ديا ايش كده بوسا ولا ده تقريبا كيما الدنيا اخرى كورونا مع بيت بوسي وما بينا معي توبليك بديع، هل سبق أن رأيت شيئا كهذا؟ بهذه المثالية والدقة؟ لا، لكنني مندهش لأن ذلك لم يسبق لك. لدي ولع بهذه الأشياء. في طفولتي ربطت مع أخواتي شعرنا بالعيدان وزيناه بالحصى. تظاهرت بأنها أندر الأحجار الكريمة. لم نمتلك شيئا، لكن شعرنا أن لدينا كل شيء. ثمة أسباب تدفع الناس للقائي من أجل نصيحة أو للشعور بالسلطة، وغالبا لكسب ودي. ما سبب مجيئك يا باسم؟ بصفتي جامع تحف زميلا، لقد سمعت من الآخرين الكثير عنك، عن ترفك وذوقك. أرغب. هل قالوا إنني كنت محظوظة؟ كما أكره هذه الكلمة. عندما وصلت إلى بغداد أول مرة كنت من بين الذين يبحثون عن الثروة، أما الآن فقد أصبح الشرق نفسه كالخاتم في إصبعي. حفرت طريقي بأظافري بينما استسلم الكثيرون وفضلوا الابتعاد عن المشقة. أما أنا فلا أمانع ببعض الخدوش والقليل من الدم. لا شك أنك عقدت صلات مع من التقيت بهم وساعدوك في الوصول إلى مكانتك. بغض النظر عما يقال، ما حك جلدك مثل ظفرك. لا ظفر غيرك. اختيار يلقى يجونين عندك هذه أولا مش برافو شو برافو هو ودي كل شيء يزدهر عندما تتآلف الأسرة. أيوة، الأسرة وحدها النفس تنصت إلى أعمقها مسات روحك وتتقبلك كلك. لا أحد يعيش وحده، لكننا نموت وحيدين في نهاية المطاف. نحن قطعا وببساطة واحدون حقا. صعيب ريشه ده بس قاعد اقنع بيه ابو ده كبر جويس بس طيب بيش بك تمام يسوي كده يا جنيه واري مجددا يجب أن أعود إلى المقر. إنها ميتة يا حراس، أمسح الميتة، قتل أحدهم الخازنة. ولا والله ريخا لقد رأيته وين لبشه وين والله حد يرمي معه كلها هذه لا رفقة هتشيل خازن كشتا عالم بيك سيرد خورا يلا قالا كسبت على خنادية بس بتساهمون ما خش كده
راوي خجايك راويكم تكم در بس تكم در بخ لا شوف رام ذكرنا قلنا ونبي ما رضى بيعود الى رفقه ما بين مو خلاص كير مهمتي ان شاء الله عم كتب السراكي مع زنبلين ابو كيسا بشكيه عم كيف يخن اوكي كم بدل قاعد ليش فيش معي ما كوش كيف يزور ما بيكوش ابو ما بيكوش نو ابو ايش ما كوش ابو ما ناكوش ابو ما ناكوش نقليتي عبود تبيع ان شاء الله مره بنقليتي يا كوشتي ياك مويا وام كبي ياكي بكوش حقتي ان شاء الله يلا باي باي